إزاي أكلة كانت بتتقدم في القصور بقت بطلة العزايم في كل بيت؟ من الآخر كده الجلاش ده أصلا مش أصله اختراع مصري، ده أصله عثماني، واللي هم أصلا خدوه من بيزنطة القديمة، وكان زمان بيتقدم في البلاط السلطاني بيحشوه مكسرات أو جبنة، وكان اسمه يفقة، لكن لحمة إيدي كانت رفاهية، لحد ما جينا وحشرنا اللحمة المفرومة في النص وشوحناها بحبة بصل وسمنة وبهارات وقفلنا عليها بطبقات من الجلاش ودهن الوش بالبيض والسمنة وحبة لبن، وخشلي بقى الفرن واطلع لي بأكتر صينية تقيلة في الطعم وفي الريحة، وبقت طبق أساسي في المناسبات وتحولت من أكلة صفوة المجتمع لأكلة شعبية، بس إيه لسه محتفظة بفخامتها. ولما تسأل أي مصري هنعمل إيه في العزومة 99% هيقولك صينية جلاش باللحمة. فليه أكلة من أسطورة السلاطين بقت أكلة كل بيت؟ عشان المصريين دايما بيعرفوا يخلوا الحاجة ليها طعم وليها شخصية. الجلاش عمره ما كان أكلة عادية، ومن مطبخ السلطان للمطبخ عندك دي كانت حكايتنا النهاردة في الأكلة وما فيها. ولو عجبتكم الحكاية اوعوا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب واستنوا الفيديوهات اللي جاية.